في البداية عايز اقول لكم ان فيروس كورونا انتشر في العالم كله، وفعلا معظم دول العالم دلوقتي بقى عندها اصابات من فيروس كورونا. وكمان الاصابات بدأت تزيد بشكل كبير جدا، وده خلى الحكومات ومنظمات الصحة في معظم دول العالم انها تاخد قرارات سواء في القطاع العام او القطاع الخاص، وبدأت تمنع وتحظر اماكن تجمعات، وبدأت تقفل محلات ومطاعم ومولات، وكمان من ضمن الحاجات اللي اتقفلت المدارس والجامعات. فكل الناس اتحولوا ان هم يشتغلوا من البيت، وكمان الطلاب بدأوا يتعلموا من البيت. فان شاء الله في الفيديو ده هحاول اقول لكم ايه افضل التطبيقات او المواقع والمنصات اللي موجوده على الانترنت اللي تقدر تساعدنا كلنا ان احنا نقدر نتواصل مع الناس اللي شغالين معاهم، او لو انت مثلا دكتور او مدرس وعايز تتواصل مع الطلبه. فان شاء الله هنحاول في الفيديو ده نقول لكم ايه هي الحاجات دي وازاي بتشتغل وازاي تقدر تتعامل معاها ان شاء الله. فيلا بينا نبدأ الحلقه. لو انت شغال في شركة او شغال في مكان وعايز تتواصل مع الناس اللي شغالين معاك، او حتى لو كنت دكتور او مدرس وعايز تتواصل مع الطلبة بتوعك، ففي حاجات كتير جدا هتقدر تساعدك ان انت تتواصل معاهم بدون مجهود وبدون تعب. هتقدر تشتغل وتتواصل معاهم عن طريق وانت قاعد في بيتك على مكتبك. فلو انت من محبين الواتساب ومن عشاق الواتساب، فانا احب اقول لك ان الواتساب مش للشغل للاسف يعني. فان شاء الله في تطبيقات كتير جدا وفي حاجات تانية كتيرة جدا مخصصة للشغل بس. ففي عندنا اول منصة اسمها سلاك. فالمنصة دي زي الواتساب بالظبط، بس هي مخصصة للشغل. ففيها اضافات كتير جدا وفيها ادوات هتقدر تساعدك ان انت تتواصل مع الناس اللي شغالة معاك او حتى مع الطلبة بتوعك، عن طريق ان انت تقدر تعمل جروبات لكل قسم عندك في الشغل او جروب لكل قسم عندك في الكلية. فميزة الموقع ده او التطبيق ده ان هو انت موجود فيه للشغل بس، يعني اي حد موجود او هيتكلم معاك او هيتواصل معاك، ده يا اما هيتواصل معاك لشغل او اثناء الدراسة. مثل التطبيق ده عن الواتساب ان انت لو موجود في الواتساب مثلا وداخل تكلم دكتور، او لو دكتور بيشرح فتلاقي حد بعت لك رسالة تاني، فانت هترد عليه، او لو مش عايز ترد عليه اصلا هو شايفك اونلاين، فبالتالي هتبقى في موضوع حساسية شوية، او في حاجة ان هو ممكن يزعل منك، او ان انت ازاي فاتح وشفت الرسالة ما ردتش عليا. فبالتالي انت لو تستخدم تطبيق سلاك ده او موقع سلاك هيوفر عليك كتير جدا وهيساعدك. الواتساب مثلا بتبقى محادثات بتبقى كلها تحت بعض، وممكن تتلخبط او حاجة، وممكن تبعت رسالة غلط، فممكن الموضوع يبقى فيه لخبطة وتعب شوية. وكمان المستندات في الواتساب او الحاجات اللي انت بتبعتها جودتها بتقل، وكمان بتقدر توصل لها بصعوبة شوية، ومع الوقت بتاخد مساحة من الجهاز عندك، فبالتالي ما بتقدرش تستخدمها كويس، وما تستخدم الواتساب بشكل كويس جدا اثناء الشغل. فالتطبيق سلاك ده بيوفر لك حاجات كتير جدا. طبعا هسيب لكم جميع الروابط بتاعه المواقع او بتاع التطبيقات دي في الديسكريبشن تحت الفيديو ان شاء الله، تقدر تبقى تشوف. الحاجه التانية، لو انت مثلا عايز تتواصل مع حد صوت وصوره وعايز تبين له الموجود عندك على الشاشه بتاعتك، او لو انتوا اتنين مثلا بتخططوا لحاجه مع بعض شغالين على مشروع معين، لو مثلا في شغل او في جامعه، او لو اتنين طلبه مثلا وعايز تشرح لحد حاجه بطريقه سهله وتقدر تتواصلوا مع بعض، ويبقى هو شايفك وكمان شايف الحاجه اللي انت بتشرح عليها او انت بتعمل ايه على الشاشة عندك. ففي خدمات كتير جدا تقدر تساعدك في موضوع زي ده كده. ففي خدمات مدفوعة اللي انت بتدفع لها مثلا في الشهر مبلغ معين عشان تقدر تستخدمها، وفي خدمات ببلاش. ففي خدمة هي المفروض ان هي بفلوس، بس بسبب فيروس كورونا وبسبب الاوضاع اللي احنا عايشينها دلوقتي، فالناس يشكروا ووفروا لنا الخدمة دي ببلاش دلوقتي. ففي الخدمة دي اول حاجة بصراحة انا جربتها جدا وتعاملها لذيذ وسهل جدا، حاجة اسمها لوم. فالموقع ده بيوفر لك خدمات كتير جدا اثناء او داخل التطبيق. بتقدر تشرح مثلا او تقدر تعلم على حاجة وانت بتشرح. خدمات تانية مثلا تقدر تستخدم سكايب، وفي موقع تاني او في خدمة تانية اسمها ابير ان، وفي حاجة تانية اسمها زوم. زوم مثلا ولوب الاتنين يعتبر انا من وجهة نظر الاتنين زي بعض، ولكن بيبقى في بعض الاختلافات شوية. فزوم مثلا انت بتقدر تسجل الفيديو بتاعك وتقدر تبعته لحد تاني يتفرج عليه، ممكن يتفرج عليه مباشر وممكن يتفرج عليه بعد ما تسجله. مثلا ممكن تسجل الصبح مثلا او تسجل بالليل، وتقدر تبعته للشخص ده، وتقدر تبعت للطلبة بتوعك مثلا، او للشخص اللي انت عايز تبعت له اللينك او عايز تبعت له الحاجة اللي انت شرحتها. فالخدمات دي فعلا بتوفر حاجات كتير جدا وبتوفر وقت ومجهود، وزي ما بيقولوا الصورة افضل من 1000 كلمة او من 1000 جملة، حاجة زي كده يعني. المهم الخدمة دي فعلا انا جربتها وبستخدمها حاليا مع الناس. فانا دلوقتي موجود في الصين، وفي ناس موجودة في مصر، فكنت بكلمهم فعلا عن طريق الموضوع ده وبشرح لهم حاجات، او كنا بنتواصل مع بعض في حاجات معينة يعني.
فان شاء الله برضو اللينك هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. فطبعا كل التطبيقات دي تقدر تنزلها عندك على الموبايل وتقدر تستخدمها على موبايل مثلا، وطبعا موجود للايفون وموجود للاندرويد، وكمان تقدر تستخدمها على اجهزة الكمبيوتر او اللابتوب. فدلوقتي احنا خلصنا ازاي تقدر تتواصل مع الناس او تقدر تتواصل مع الطلبة عندك او الناس اللي شغالين معاك. فاحنا دلوقتي عايزين نعرف ازاي بعد مثلا ما شرحت المحاضرة او بعد ما شرحت التاسك اللي هو احنا عايزين نشتغل عليه، فازاي بقى هبدأ ارفع الملفات دي او هبدأ ارفع الاسئلة دي عشان الطلبة يبدأوا يجاوبوا على الاسئلة دي. طبعا خدمات جوجل رهيبة جدا. ففي عندنا منصة اسمها جوجل كلاس. فعندنا جوجل عامله موقع كده تقدر تعمل عليه جروب عندك. طبعا كل حاجه، اهم حاجه يكون عندك جيميل او عندك ايميل معمول على الجيميل. فتبدا تدخل على الجيميل وتبدا تسجل بالايميل والباسورد بتاعك، وتقدر تعمل جروب على جوجل وتبدا ترفع الاسئله بتاعتك او التاسك المطلوب منه. وكمان ده تقدر تستخدمه لو انت مدرس او انت دكتور جامعي، تبدا ترفع التاسكس بتاعتك لو انت مثلا مطلوب من الطلبه عندهم تقرير او حاجه ولازم يعملوه، فتبدا تستخدم الموضوع ده علشان تعرفهم او علشان يبداوا يشوفوا الاسئله عندهم. وبرضه ممكن نستخدمه في الشركات، مثلا لو انت مطلوب من جروب معين تاسك معين، مثلا هيجيبوا لنا مثلا شيت عن ادوات معينه او عن مكان معين او على حسب الوظيفه اللي هم محتاجينها. فتقدر برضو نستخدم المنصه بتاعت جوجل دي. وطبعا جوجل موفر لنا حاجات كتير جدا، وللاسف يعني في معظم الناس ويمكن انا من من الناس دي، انا ما بقدرش استخدم خدمات جوجل اللي هي اصلا ببلاش، وخدمات فعلا رهيبه وسهله جدا ولذيذه وبتوفر علينا مجهود وتوفر علينا فلوس وحاجات كتير جدا. فان شاء الله هنخش للخطوه التانية او للحاجه التانية اللي احنا هنستخدمها او اللي احنا هنقدر نحتاجها في طرق التعليم او التدريس او كمان الشغل على ايه الانترنت. فاحنا دلوقتي محتاجين نبعت ملفات مثلا وورد او اكسل او باوربوينت او حتى فيديوهات او كتب او اي حاجه او جميع الملفات التانية، عايزين نبعتها للاشخاص دي عشان يبداوا يقراوها مثلا او يتفرجوا عليها. ففي عندنا منصات او مواقع كتير جدا بتوفر لنا الخدمه دي ومعظمهم مجاني. فمعظم المواقع دي شغاله بحاجه اسمها التخزين السحابي. التخزين السحابي ده باختصار يعني انا بخزن او برفع الملفات اللي موجوده عندي دي على موقع على الانترنت، واقدر ادخل للموقع ده واقدر اعمل شير للملفات دي من اي مكان في اي وقت من اي جهاز في الدنيا. الشرط الوحيد بس ان انا يكون عندي ايميل على الموقع ده او عندي ايميل في الخدمه دي. فاول واهم طبعا خدمه جوجل برضو بتوفرها لنا وهي جوجل درايف. فجوجل درايف دي انت بتديك 15 جيجا تقدر ترفع عليهم فيديوهات، تقدر ترفع عليهم كتب او ملفات باوربوينت او بي دي اف او اي انواع الملفات. معاك 15 جيجا. ففي مثلا ناس او انت ممكن تخلص ال 15 جيجا في وقت قليل او ممكن تخلصهم على طول يعني. ففي حاجة تاني ممكن نعملها، ان انت ممكن تعمل ايميل تاني فتقدر تستخدم ال 15 جيجا التانيين، او ان انت ممكن تستخدم موقع تاني وهو موقع حاجة اسمها دروب بوكس. دروب بوكس ده باختصار برضه هو زي جوجل درايف كده، بس بالمساحة بتاعته بتبقى كبيرة شوية، وتقدر برضه ترفع عليها الملفات او الحاجة اللي انت محتاجها. وعلشان تبعتها لاي حد تاني انت مش محتاج غير ان انت بتاخد اللينك بتاع الفايل او بتاع الفيديو ده، اللينك بتاخده كده وتبعته لاي حد انت محتاجه يشوف الفايل او يشوف الفيديو او يشوف ايا كان نوع الملف اللي انت بعته له. والموقع الثالث معانا حاجة اسمها ميجا. فموقع ميجا ده بيديك 50 جيجا تقدر ترفع عليهم الملفات وتقدر ترفع عليهم اي انواع الملفات اللي انت محتاجها، وتقدر تعمل لها برضو مشاركة مع اي حد عن طريق اللينك زيه زي جوجل درايف وزي الخدمة التانية اللي هي دروب بوكس. ففكرة التخزين السحابي اصلا هي فكرة لذيذة جدا، ما بتحتاجش مثلا مساحة كبيرة جدا، او مثلا الناس عندها المساحة بتاعتها مثلا على الموبايل او على الجهاز بتاعها قليلة شوية، فبتقدر تستخدم الحاجات دي، بتقدر تحفظ عليها الملفات بتاعتها وبتقدر تدخل لها في اي وقت او من اي مكان. هو الحاجة الوحيدة بس ان انت محتاجها ان هو زي ما قلنا بتحتاج ايميل وتسجل بيه على الموقع ده. وفي مواقع تانية طبعا بفلوس، او ان انت كل ما بتحتاج مساحة اكبر فانت بتحتاج تدفع فلوس، والفلوس ما بتبقاش كتيرة يعني. دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نعمل ملفات بتاعتنا علشان نقدر نرفعها على جوجل درايف او نرفعها على المنصات او البرامج اللي احنا قلناها التانية. فعندنا خيارين، عندنا حاجتين نقدر نعملهم. اول حاجه ان احنا نقدر نستخدم ملفات الديسكتوب او برامج الديسكتوب مثلا زي الاوفيس، او الحاجه التانية ان احنا نقدر برضو نستخدم خدمات جوجل اللي هي ببلاش،
زي مثلا تقدر تعمل ملف وورد، ملف اكسل، ملف باوربوينت، جميع الملفات تقدر تعملها على جوجل. فجوجل بتوفر لنا فعلا خدمات كتير جدا وخدمات ببلاش. هو يعني الحاجة الوحيدة بس المطلوبة مننا ان احنا نعمل ايميل على جوجل ونستمتع بخدمات كتير جدا وخدمات رهيبة جدا على جوجل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة. لو عندك استفسار عن أي حاجة تقدر تقول لنا في الكومنتس أو تبعت لنا رسالة. وكمان لو عندك أي برنامج تاني أو أي حاجة أنت بتستخدمها وتكون أفضل، يا ريت تقول لنا عشان الكل يستفاد. وشكرا جدا لو أنت اتفرجت الفيديو لحد النهاية، وأتمنى يكون الفيديو عجبك. وما تنساش اللايك والشير علشان كل الناس تستفيد، وخصوصا في الوقت اللي احنا عايشينه ده، علشان الكل يقدر يتواصل مع الناس التانية. وان شاء الله في فيديوهات تانية تتكلم عن برامج تانية وعن طرق تعليم الاونلاين، وازاي تقدر تطور من نفسك وتتعلم كل حاجة على الانترنت، وتتعلم كل حاجة وانت على سريرك وانت في بيتك. فما تنساش تعمل لايك وتعمل شير، وطبعا ما تنساش السبسكرايب. ويلا اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.